اهلا اهلا. أه اهلا بيكم في برنامجكم من كل بلد اكله. النهارده هنعمل مع بعض اكله اشهر المطاعم في البيت. عايزه اقول لكم هنعمل من 4 كوبايات رز وكميه وفيره جدا 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 جدا. يعني هنختصر الدنيا والمصاريف بتمن طبقين كشري من بره. هنعمل كشري محلات النهارده. هنعمل النهارده الكشري بكل تكاته وتفاصيله، من اول حاجه بتتعمل فيه لحد الدقه والشطه. مش هنسيب فيه اي تفصيله الا لما بنقولها بمنتهى الصراحه وبكل تكات المطاعم حرفيا. من جوه قلب المطاعم احنا جايبين الوصفات بتاعت النهارده. يلا بينا نشوف عملنا ايه، عشان الحلقه النهارده مليانه وصفات كتير جدا. اتمنى تتابعوها للاخر وان شاء الله تعجبكم جدا. قبل اي حاجه زي كل حلقه بذكركم ان انا اكيد مستنيه تليفوناتكم اللي دايما بتسعدني على ارقام تليفون البرنامج اللي دايما بتكمل حلقتي. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا في الكشري. هنعمل ايه؟ هو بصل الكشري. ليه بصل الكشري بنبدا بيه؟ لان الزيت اللي احنا هنقلي فيه البصل هو ده اللي هنعمل بيه كل خطوات الكشري. يبقى مهم جدا نبدا ببصل الكشري علشان نبدا بالزيت بتاعه. يعني انا حاطه كميه زيت وفيره كده، يعني صارفه ومكلفه على الزيت علشان انا مش هرميه. دايما زيت البصل بيترمى عشان بيسيب نكهه قويه جدا في الزيت. لا، احنا الزيت ده هنستخدمه في كل خطوات الكشري. طيب اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم عايزين نعرفه عن البصل ان هو لازم يتقطع رفيع جدا. طيب انا ممكن اقطعه جوليان على ايدي رفيع جدا جدا، بس يفضل ان انت تقطعيه مثلا في اي حاجه تكون بتقطعه رفيع. طيب ممكن في طبعا الفود بروسيسور احنا كلنا عارفينها بتقطع رفيع والدنيا تمام، بس انا ما حبيتش ان انا استخدمها عشان مش متوفره عند كل الناس. طب هنعمل ايه؟ هنعمل بقطعه البطاطس بتاعتنا اللي هي المبشره بتاعت البطاطس اللي بنعمل بيها البطاطس اللي هي على شكل شيبسي. هنعمل بيها البصل وهوريكم هتطلع النتيجه عامله ازاي. تاني حاجه بستخدم لبصل الكشري بصل ابيض مش بصل احمر. عندك بصل احمر تمام، بس البصل الابيض بيساعدني ان اللون بتاعه بيبقى ذهبي وحلو، ما بيغمقش، لان هو طبعا البصل الاحمر اوريدي بيبقى لونه احمر او بالفعل لونه احمر، فبالتالي بيدينا لون غامق. لكن البصل الابيض هو ابيض، يعني اللون اللي هديهوله على النار هو ده اللي هيستمر معايا. اول حاجه بس هتاكد ان انا شغلت على الزيت كده بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اقطع معاكم البصل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وانتوا بتقطعوا في قطعه الشيبسي دي دايما نقول ايه؟ خدوا بالكم من ايديكم. عايزه اقول لكم انا اتعورت كتير جدا جدا ولسه برضو بقطع عادي يعني. بس باجي بقى في اخر حته دي بستخدم بقى الماسك الخاص بيها عشان ايه احمي نفسي على قد ما اقدر. الحته دي برضو ما بسيبهاش، بقطعها كده بالطول بحيث ان هي تبقى طويله زي بقيه البصل. يلا نعمل التانيين بسم الله. زي ما احنا اتفقنا البصل يكون ابيض علشان يديكي نتيجه. كمان عايزه اقول لك كمان البصل الابيض بيبقى مسكر اكتر من البصل الاحمر، فيفضل البصل الابيض عشان كده كمان. وهو اصلا محلات الكشري عامه يعني عاده بتستخدم بصل ابيض. طب ما عندهاش بتستخدم احمر، بس هو يفضل بصل ابيض. حبتين كده من البصل يكونوا كبار ومليانين كده بصل عشان يطلعوا لنا كميه ورد للكشري كبيره. طبعا احنا عارفين الكشري المصري معروف عنه البصل ده باسم ورد، صح؟ بس فدايما وساعات كمان في المحلات يقول لك تزويده ورد، يعني بنزود كمان كميه الورد بعد ما بنحط على الكشري، وده في ناس بتحبه كده فعلا. اي حته كبيره كده بس بستبعدها عشان مش هتاخد اللون في نفس التوقيت اللي هياخده البصل الصغير. زي ما انتم شايفين كده. معانا مدام هدى، اهلا اهلا. ازيك يا شيخ زينب؟ ازاي حضرتك يا مدام هدى؟ اهلا وسهلا. أمورة يا شيخ زينب والله. حبيبتي الله يخليكي والله حضرتك احسن. أمورة أمورة وجميلة والله. الله يبارك لك تسلمي. شيخ زينب بالنسبة للرز الصيادية، اه أحمر البصل وأحط بعدين أحط البهارات مع البصل وهي بتتحمر؟ لا، بعد ما تخلصي تحميره البصل، لان البصل بياخد وقت طبعا ما بال ما بياخد اللون الذهبي بتاعه اللي بعد احنا ما محتاجينه. تتحمر اه أحط البهارات. تحطي البهارات بتاعتك تديها تحميصه كده مع البصل، والزيت ده بتدي نكهه اقوى وبتدي طعم احلى. طيب البهارات اللي أحطها إيه يا شيخ زينب؟ البهارات ملح فلفل كمون سنه بابريكا، فلفل اسود سنه صغيره، وكتري بقى حطي معلقه كبيره كزبره، هي دي اللي بتدي له نكهه المطاعم. وانا عملته هنا في حلقه. كزبرة ناشفة.
كزبره ناشفه، ايوه. وانا عملته هنا مره في حلقه، ممكن حضرتك تقدري ترجعي لها على صفحتي على الفيسبوك اسم زينة عبد الستار عربي او انجليزي، او يعني قناه اليوتيوب يعني برضه احط تشوفيها. البهارات بعد ما البصله تتحمر شويه يعني؟ بعد ما البصل، لا هي خلاص احمرت الدرجه اللي انا عايزاها، الا يعني فاضل لها دقيقه على النار. هنزل بالبهارات بس عشان تاخد تحميصه حلوه بس. كتر خيرك يا استاذه زينب. الف هنا وشفا، الف كتر هنا خيرك وشفا. يا أستاذة الله زينب. يخلي حضرتك، شرفتيني ونورتيني يا استاذه هدى. بعد ما قطعنا البصل بصوا قد ايه بقى، يعني بقى رفيع جدا. انا عايزه يعني بصوا سمكه رفيع حرفيا رفيع. فهنزله بقى في بوله. دي بقى تكه مهمه جدا. تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ هبدا ان انا افكه كده بايدي، وهاخد له رشه ملح. رشه الملح دي بتعمل ان هو بينزل الميه بتاعته، فبالتالي او بينطرها في الزيت، فبيديني يعني قرمشه افضل. تمام. وببدا ان انا اقلبها كده، وبعد كده انزل له تقريبا دي نص كوبايه من الدقيق على البصلتين الكبار. نص كوبايه من الدقيق دي بتستفيد بقى منها، هي دي اللي بتديني القرمشه الحلوه اللي احنا بنشوفها في المطاعم، وكمان بتدي له لون حلو وما بتخلوش يعني يتحرق منك بسرعه. تمام. يعني زي اكنك بتقلي مثلا حاجه، مش بتعفريها بدقيق، احنا عايزين كده برضو. تمام. هبدا بس اشوف الزيت بتاعي كده دنيته ايه. هو خلاص ما شاء الله. معلي بقى عليه تاني، عايز بس يسقع يعني يسخن سنه وكمان، وننزل الكميه كلها، عشان احنا طبعا لما ننزل الكميه هيبدا ان الزيت كله هيبرد مره واحده. فعشان كده بقول لكم ان احنا نسيبه بس سنه كمان، علشان يبقى السخونه بتاعته كويسه جدا. هو كده تمام اهوت. اول ما عليت عليه النار هنزل بقى كده البصل بتاعي، وعايزاه بقى ياخد ويقرمش ويحرمش وياخد اللون الحلو بتاع المحلات زي ما انتم شايفين كده. خطير. طبعا السمك اللي انا عملت فيه البصل بتاعي قطعته حلو قوي، فهيديني لون خطير. طيب تركه كمان بعملها في البصل، ان هو اول ما هيطلع هطلعه على مصفى، مش هطلعه على ورق مطبخ. طب ليه؟ عشان لو طلعته على ورق مطبخ هيحصل ان المناديل دي بتتبل، وبتبدا ان هي تمتص لي الزيت وتطري لي البصل بتاعي تاني. فيبقى انا هطلعه على حاجه ستيل او الومنيوم، بحيث ان هي الحاجه اللي هيطلع فيها البصل ما بتشربش زيت، فهيفضل محافظ على القرمشه بتاعته. تمام. يبقى احنا كده قلنا كل تركات البصل، وهنبدا كده بقى مع بعض نعمل كمان دلوقتي ايه. نعمل الحمص بتاعي. اول حاجه في الحمص لازم اعرفكم عليها ان الحمص، تمام، الحمص بجيبه وبنقعه، وكمان بعد شويه بسيبه بقى طبعا منقوع، بغسله كويس وانقعه ليله كامله، والميه اللي هنقعه فيها هي دي اللي هسويه فيها. معانا استاذه ايمان. اهلا اهلا. أيوة. ايوه. أنا بحبك أوي ماما أختي أوي. لا انا مش فاهمه منك قوي. بقولك أنا بحبك أوي أنا بموت فيك أنا وأختي أوي. لا والله الصوت مش واصل لي مظبوط. قولي تاني او بصوت مظبوط يعني واضح عشان اقدر افهمك. أنت وحشتني كتير أوي، أنا بحبك أنا وماما أوي. بتحبيني قوي؟ اه. انتي وماما. اهلا وسهلا بيك يا ايمان، والله انا بحبكم اكتر واكتر. ممكن بس البط المسلوق عشان ماما مش عارفة تعمله. ممكن ايه؟ البط المسلوق عشان ماما مش عارفة تعمله. البط المسلوق. حاضر عينيا. دلوقتي معلش. دلوقتي حالا هقول لك طريقه شكلكم هتتغدوا بط، نيجي بقى احنا والكرو كله نتغدى معاكم. نورتيني يا ايمان انتي وماما. طيب وانا بكلم ايمان ما عملتش اي حاجه غير في حله سخنه او في حله عاديه خالص يعني مرفوعه على النار. حطيت زي ما قلت كده الحمص، انا جبته وغسلته كويس جدا ونقعته في ميه تكون نظيفه، عشان نفس الميه دي بلونها الاصفر الحلو هي دي اللي هنزلها تسوي لي الحمص بتاعي، وهغطي عليها وهسيبها تستوي. طب والبصل كمان بيستوي هنعمل او بيتحمر، هنعمل ايه؟ هنعمل العدس. تمام. العدس مهم جدا نعرف حاجه، ان هو
بيكون بنجيبه من عند العطار، عدس بجبه زي اللي انتم شايفينه الاسمر بتاعنا ده. وبعد كده بنبدا ان احنا نغسله كويس جدا جدا جدا، وبعد كده نبدا ان احنا نستخدمه. طيب مهمه برضو معلومه كمان نعرفها عن العدس، ان هو العدس اللي بجبه ده اللي بجبه نفس هو العدس الاصفر، بس ده ما اتقشرش والتاني اتقشر. فدايما احنا بنلاقي واحدتين ثلاثه اصفر كده نستغربهم، بس هو عدس اصفر وبقشرته. تمام. يبقى انا بعد ما غسلته ما نقعهوش عشان قشرته ما تفصلش عنه، وانزل بيه كده زي ما انتم شايفين في الحله بتاعتي، واجيب له ميه علشان ابدا ان انا اسلقه. اهلا اهلا، ازيك يا استاذه هلا؟ منوراني. اهلا اهلا. ازيك يا هلا، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبار انا عامله ايه؟ كويسين الحمد لله. بتعملوا كشري مصري زينا كده، ولا قولي لي كده طريقتكم في الكشري يمكن مختلفه عننا هنا في القاهره؟ لا زي كده. ايه؟ لا زيها زي كده بالظبط. نفسها بالظبط. اه بس احنا ايوه زي كده بالظبط. بس انتوا الاول بتعملوا ايه؟ ممكن توطي بس التلفزيون عشان اسمعك انا كويس؟ ماشي. قولي لي بتعملوا الكشري زينا بالظبط. قولي لي بقى ليكي اي سؤال؟ انا عايزه اعرف طريقه الرواني وعايزه السبانخ. عايزه طريقه ايه؟ الرواني. الرواني. والسبانخ. كيكه الرواني اتطلبت مننا برضو في الحلقه اللي فاتت، انا اعملها لكم بقى مخصوص ان شاء الله. والسبانخ معلش. والسبانخ. بس قولها لي دلوقتي عشان انا عايزه اعملهم النهارده. الرواني والسبانخ، ولا عايزه طريقه السبانخ هي اللي هتعمليها النهارده؟ لا والرواني برضه الاثنين. حاضر، عينيا تأمرين. ماشي حبيبتي، نورتيني. هنا البصل اهو بدأ يتحمر معايا، طبعا ما نساهوش عشان ممكن ياخد مني لون سريع، فدايما تبقى ايدي فيه كده. وكمان عشان الدقيق اللي انا عملته ده لو انا ما قلبتش فيه كده وفككته حاجه، طلع البصل ده الاقيه كتله واحده متجبس كده في بعض، فلازم ان انا يعني ايه افككه كده او افرفره باللغه العاميه بتاعتنا من بعضه، بحيث ان هو ايه ياخد اللون الحلو وفي نفس الوقت ما يبقاش ماسك في بعضه. طيب بعد ما علقنا على الحمص علقنا كمان على العدس، هنبدا نعمل في ايه؟ هنبدا نعمل في الرز. تمام. انا على فكره اخترعوا كشري الحله الواحده، واخترعوا كشري الكيس الحراري، واخترعوا حاجات كتير جدا للكشري، وانا هو كشري الحلل الكتير ده اللي بحبه. ما تفهموش ليه بقى، هو ده بحس هو الطعم الاصلي بتاعنا بيجي فيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده بقى في حله على النار، هبدا ان انا اسخنها عشان اول ما تسخن هبدا ان انا على طول اعمل ايه؟ اخد بقى شويه من زيت البصل بتاعي الخطير ده واعمل الرز على طول. طيب واحنا بنحمر البصل كده ومتابعينه، نبدا نقول مقادير السبانخ اللي سألت عليها بقى. يمكن هم في هنا بيعملوها بطريقه تانية مختلفه عننا، بس انا مش عارفه، انا هقول لكم طريقتي الخاصه وتكتي الخاصه اللي بحطها في السبانخ اللي يعني بتقلب ريحتها 180 درجه. ايه هي بقى؟ ان انا بجيب السبانخ، طبعا بنغسلها كويس جدا وبنعرف السبانخ من السلق عشان هم يعني الاثنين شكل واحد جدا في الخضره، ان السبانخ ليها راس من فوق لكن السلق لا. بجيب السبانخ بتاعتي وبغسلها كده وهي لسه ما اتقطعتش، في ناس بتغسلها متقطعه بس انا ما بفضلش خالص ان هي ما بتتغسل وهي متقطعه. السبانخ فيها نسبه عاليه جدا من الحديد، فلو غسلناها وهي متقطعه هينزل النسبه دي طبعا ان احنا قطعناها، فقبل ما نقطعها لازم نغسلها. غسلناها كويس وجففناها كويس كده على فوطه مطبخ نظيفه، او في دلوقتي مجففات خضار. هبدا ان انا اروح مقطعاها وجايبه حزمه من الكزبره الخضراء مقطعاها معاها، دي التكه بتاعتي بقى. بصوا بتدي ريحه مختلفه تماما. طيب انت يا شيف زينب بتحبي تعمليها بلحمه ولا بتعمليها كده بدمعه من غير حاجه؟ هقول لكم بقى، انا بحب اعملها بلحمه مفرومه. نعم. معانا حنين. اهلا اهلا. ازيك يا حنونه، عامله ايه؟ انا بحبك قوي والله يا شيخ، والله بحبك والله يا شيخ. حبيبتي تسلمي لي وانا بحبك اكتر. ممكن اطلب منك نعم. ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا ممكن، اتفضلي. انا عايزه تعرف، احنا عندنا عزومه، بس ماما عندها ديك رومي، ابويا جايب لها ديك رومي
مش عارفه تعمليه ديك ازاي. ممكن ثواني، تقوليها؟ هو انت كلمتيني قبل كده وسالتيني على الديك الرومي ولا مش انت يا حنين؟ لا مش انا. طيب خلاص هقول لك طريقته، ده سهل جدا يا حنين. هو بس الفكره قولي لي قد ايه لا يعني. ماما هي اللي عايزاه، بس عشان احنا عندنا عزومه. طيب قولي لي قد ايه كيلوات، يعني هو كام كيلو الديك الرومي ده؟ شكرا يا حنين، بس كان بدي اعرف منك هو قد ايه، لان هو يعني بيختلف سوى الديك الرومي ومده تتبيلته وطريقه تتبيله مع عدد الكيلوات بتاعته. 5 كيلو بلغوني في كنترول. طيب تمام، 5 كيلو ده هجيبه واغسله كويس جدا جدا بملح خشن وكمان دقيق تحت ميه جاريه. وبعد ما اتاكد ان انا غسلته تمام هبدا ان انا اروح ثانيه واحده بس اوطي على الحمص. الحمص ما شاء الله شغال تمام اهو. والبصل انتوا شايفين انا طلعته لونه فاتح سنه، عشان هو لما بيقعد بيغمق سنه، فلازم تلتزموا ان هو ما يغمقش معاكم قوي على النار. تمام. بس فالديك الرومي هغسله بملح وملح خشن او ملح ناعم ودقيق. وبعد كده هبدا ان انا احط له بقى، اعمل له محلول نقع، وهو ربع كوبايه من السكر وربع كوبايه من الملح و2 لتر من الميه. وهبدا ان انا انقع فيهم الديك الرومي ده على الاقل ليله كامله. طب اشمعنى؟ لان هو مهم جدا يتنقع الليله الكامله دي. لو هو طبعا كان وزنه اكبر من كده كنت هقول لك ليلتين، بس هو وزن ال5 كيلو ده ليله واحده كفايه جدا. خلاص نقعته، النقعه دي بتنزل منه اي دم زياده، وكمان بترطب جدا اللحم نفسه بتاع الديك الرومي. خلاص نقعته والدنيا تمام، هبدا ان انا اخده واصفيه بقى من النقع دوت واعمل له التتبيله اللي انا عايزاها خالص. بس مهم جدا هتبله واسيبه برده الليله كامله. تمام، يعني هتبله ليله كامله وهحطه في محلول نقع قبل التتبيل ليله برده كامله. تمام، هو ده اللي هيفرق ويديك الطراوه بتاعته الحلوه. بس توابل بقى اللي انت عايزه تعملي بيها التتبيله سهله جدا. بصلايه هتفرميها وتحطي بقى عليها المطيبات اللي انت عايزاها، ملح فلفل 7 بهارات بابريكا. عايزه تحطي مثلا لو عندك صويا صوص حطي، بيدي نكهه جميله. مهم جدا برضو تحطي معاه عسل ابيض معلقه كبيره. عايزه تحطي معلقه كبيره من السكر برضو مفيش اي مشكله، وبيطلع خطير. طبعا بقى انا بحب اسويه، مش يعني في ناس بتسلقه، انا ما بحبش اسلقه، بسويه في فرن. بس مهم جدا اقمره. يعني ايه اقمره؟ هجيب صاج احط فيه الديك الرومي بتاعي ده من غير اي سوائل ومن غير اي حاجه تحتيه. تمام، هحطه وابدا ان انا اغطيه على الاقل ب4 ورقات من الفويل علشان اضمن ان الابخره قاعده جواه ما تطلعش بره. هو هيستوي عن طريق بخار. طب هياخد قد ايه في الفرن؟ ال5 كيلو ده تقريبا يعني مش هياخد اكتر من 2.5 3 ساعات بس. تمام، زي ما انتم شايفين اهو العدس شغال معايا والدنيا تمام، والناحيه التانيه برضو الحمص شغال معايا. ومتهيألي الحمص كمان مش هياخد وقت في التسويه عشان انا نقعاه ليله كامله، وده بيقلل من وقت تسويته على النار. انا خلاص هحمر بقى شويه الحمص البصل ده، واخد بقى بعد كده بقى الزيت بتاع البصل ده اشغله في كل الكشري. تمام، وطي بقى عليه برضو العدس، وابدا ان انا ايدي زي ما قلت لكم في البصل عشان ما ياخدش لون زياده وانا مش واخده بالي. خدوا بالكم برضو الحمص وهو بيستوي ما تحطلوش ملح. ليه؟ احنا لو حطينا للحمص ملح هيغيب تسويته، لكن هو كده طول ما هو شغال من غير ملح هتلاقيه الله اكبر يعني ما فيش نص ساعه بالكتير ما دام نقعاه بدا يستوي، هو داخل في سوا خلاص. تمام، يبقى مهم جدا ما تحطلوش ملح في الاول، حطوا له ملح بعد ما يبدا ان هو يتشكشك كده معايا. هنا اهوت البصل شغال وما شاء الله. تعالوا نشوف بقى شويه البصل اللي طلعناهم شكلهم عامل ازاي. سامعين الصوت؟ يا رب الصوت يكون واصل لكم. مقرمش وخطير. طب كده بقى واضح اللون خطير 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 خطير. ده رجع عشان البصل ابيض، وكمان التقطيعه الرفيعه. بصوا بقى التقطيعه الرفيعه اللي احنا كنا مقطعينها بعد ما اتحمرت يكاد يكون والله ارفع من الشيبسي. فاتبعوا الطريقه دي، وانا عملت لكم بمبشره، متهيألي معظم البيوت فيها مبشره وبتبقى خطيره اهو كده. تمام اهو، حلو قوي قوي، لونه خطير يعني احلى كمان من بتاع محلات الكشري. تمام، هنا برضو ايدينا في البصل
احنا بعد ما بنخلص البصل احنا كده خلصنا نص خطوات الكشري بقى، خلاص مفيش، لان هو البصل شغال، العدس بيستوي والحمص بيستوي ومفيش حاجه ليها وقت تاني عندنا. طب ممكن واحنا البصل لسه بيكمل تسويته نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل الدقه. طب الدقه عايزه مننا ايه؟ هقول لكم حالا. مقادير الدقه يا ريت تنزل معانا على الشاشه وهقولها لكم حالا. يعني هنراس توم كبيره كده او معلقه كبيره من التوم المهروس، تمام، هننزلها كده في بوله، وننزل بعديها البهارات دي، هتبقى كزبره، تمام، معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من الكمون، تمام. الكمون مشترك معانا النهارده في الكشري في حاجات كتير، وهو ده اللي بيديله نفس بره. هاخد كده الكزبره والثوم والكمون، هبدا ان انا اقلبهم كده مع بعض، تمام، وانزل بعد كده عليهم بسنه من الملح، تمام. السنه دي كبيره شويه مفيش اي مشكله، لان احنا كده كده هنضيف لسه ملح، قصدي ميه وخل وليمون، فعايزين يعني حبه حلوين بحيث ان هم يبهروا لي او يطعموا لي بقيه كميه الدقه كلها. احنا كده دعكنا كويس جدا الثوم بالتوابل بالملح. بعد كده هنزل بعصره ليمونه، تمام. وبعد عصرة الليمونة هنزل بقد ايه بقى؟ هنزل بربع كوباية من الخل. ربع كوباية مش كتير يا شيف؟ لا مش كتير خالص. ليه؟ لان انا هي دي اللي هتديلك تطعيمة الدقة معاكي، فمهم جدا تحطي كمية وفيرة من الخل، معاها كمان نفس مقدارها مية. يعني انا هحط اهوت ربع كوباية من الخل، تمام، واقلب بقى كل الكلام ده كده. انا طبعا حطيت البهارات في الاول علشان تتطعم مع الثوم وطعمها يبقى مركز كده، وبعد كده احط الخل، وبعد كده اروح حاطه الميه، ويبقى كده الدقه جهزت عندي احلى من بتاعه محلات الكشري بكتير. ممكن تحطي سنه هريسه شطه، ممكن تحطي سنه شطه، بس انا دايما بفضل ان الدقه اعملها من غير شطه، عشان اللي عايز شطه هو اللي يضيف شطه. هنعمل لسه مع بعض الشطه، يعني الدقه تبقى بيس كده لاي حد عايز دقه هيعرف ياكل معانا دقه. يلا بقى نطلع كميه البصل التانيه، هي خلاص كده اتحمرت، وزي ما احنا قلنا احنا ما بنغمقهاش في التحمير علشان هي بتاخد لون اغمق سنه بعد ما بتستنى. عايزه اقول لكم اللي بياكل عندي طبق الكشري ده مستحيل ياكله من اي محل بره، خلاص يعني اي محل بالنسبه له بيبقى ولا كلمه بالنسبه اللي احنا عاملينه في البيت. طبعا نظافه، حاجتك انت غسلاها منقياها مستخدمه اجود الانواع، يعني حاجه خطيره. زي ما انتم شايفين كده اهو، طلع كل كميه البصل زي ما احنا اتفقنا في المصفى، مفيش بيت ما فيهوش مصفى، نطلع فيه البصل عشان يفضل مقرمش. زي ما احنا قلنا احنا ما بخلناش في كميه الزيت، عشان هو الزيت ده احنا هنستخدمه لسه معانا شويه كمان، يعني لسه مكمل معانا، فما عندناش منه اي مشكله. بس اهم حاجه خلاص، ممكن عندك انت في البيت صفيه في بوله وابداي استخدميه، عايز تستخدميه كده على طول، بس لازم ترفعيه من النار عشان ما يكملش بقى ايه، يعني الزيت ما يفضلش يغلي كتير على النار. تمام، انا نقيت كل البصل خلاص كده، فاضل واحدتين ناخدهم برده. واول ما بيطلع كده، عشان برضو يعني سنه اولى طبخ، اول ما بيطلع بتحسيه طري، بتقولي ايه ده لسه نتيجته ما بقتش اللي انا عايزاها. لا، هي بتبقى اللي انت عايزاها، بس محتاجه ان هو يتعرض للهواء وينشف معاكي. تمام، انا رفعت الزيت اهوت، وهنرجع تاني اذكركم بالبصل وحلاوته وقرمشته، عشان خلاص ده اخر كده كميه البصل. انتوا سامعين؟ يا رب الصوت يكون واصل لكم. والطعم خطير خطير اهو، واللون زي بتاع محلات واحلى. يلا بينا بقى ايه نعمل؟ ايه نعمل دلوقتي؟ الرز. تمام، الرز بقى هنعمله ازاي؟ في حله هنكون مسخنينها زي ما انتم شايفين كده، هننزل بيه كميه من الزيت ده في مصفى، عشان اضمن ان الزيت يكون متصفي من اي شوائب نزلت من البصل. حط كميه كده حلوه، عشان انا النهارده مستخدمه 4 كوبايات من الرز. انت ممكن بقى تعملي يعني المقدار اللي انا شغاله بيه ده بيكفي حرفيا 8 اطباق من اللي انتوا بتشتروهم من بره. طيب انتوا عايزين تشتغلوا مقدار تاني مفيش اي مشكله. وهننزل بعد كده فيه بشعريه بلدي. يعني ايه يا شيف شعريه بلدي؟ تعالوا اقول لكم. نرفع بس الحله اللي انا كنت مسخناها،
بصوا الشعريه البلدي دي اللي هي بتتباع بالكيلو، بصوا عليها كده يا رب تبقى باينه، الجلافز مش مبينها، استنوا. هي دي الشعريه اللي انا عايزاها. دي بتتباع بالكيلو في المحلات، بتقدروا ان انتوا تجيبوها، واشهر المحلات بتعمل منها. طب مش متاحه عندنا الشعريه البلدي، هيبقى المكرونه السباكيتي نكسرها صغير ونشتغل بيها. طب ليه مش هنشتغل بالشعريه الطبيعيه العاديه بتاعتنا؟ هقول لكم. الشعريه الطبيعيه بتاعتنا رفيعه وصغيره. ركزوا كده في طبق الكشري بتجيبوه من بره، هتلاقوا الشعريه طويله وتخينه. هما بيستخدموا الشعريه البلدي اللي ده شكلها. تمام. يلا بينا بقى نرفع تاني الحله على النار ونبدا ان احنا نسوي مع بعض. هنرفع بقى حله كده الرز. تمام. وبعد كده هنزل، دي شعريه انا محمراها، طبعا انتوا في البيت هتحمروها على طول. تمام. وهبدا ان انا اقلبها. ممكن كمان نقلع بقى الجلافز اللي هو مكان البصل ده، وننضف هنا كده، نحط البولات في بعضها. وهنبدا بس ان انا عشان انا محمراها من قبل الهوا، ممكن ان انتوا طبعا بتحمروها لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده اهو. احنا عايزين نوصل للون ده. انا بس هسخنها كده في الزيت، وبعدها على طول هنزل عليها بايه؟ ب4 كوبايات من الرز. طيب احنا لما بنعمل رز بشعريه الطبيعي المصري بتاعنا، بنحط اكتر من الرز شعريه عشان نطعمه كده ويبقى لذيذ، او قد الرز شعريه. لا، النهارده نص كميه الرز هي الشعريه، احنا مش عايزينها تبان قوي. تمام. نبدا ان احنا نقلبها كده زي ما انتم شايفين، دي بس تسخينه كده حلوه على النار. وبعد كده هبدا انزل الرز ده انا غسلاه ونقعيه. طيب احنا في البيت لو جايبين نوع مش مكتوب عليه ان هو يتغسل، استخدموه، بيطلع مفلفل وخطير. لو بيتغسل اغسلوه ونقعوه. بس انا النهارده نقعيه علشان ما ياخدش معايا وقت. وبرده انت كست بيت او سنه اولى طبخ وعايزه الرز ما ياخدش معاكي وقت، انقعيه بس يعني ماكسيموم ساعه، يعني اقصى حاجه ساعه عشان ما يتكسرش منه. زي ما انتم شايفين كده هنزل بالرز على الشعريه. تمام. تمام. هنزله كده. وبعد كده هناخد استاذه هبه معانا على التليفون. اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله كله تمام. تسلم ايديك يا حبيبه قلبي. تسلمي لي، الله يخلي حضرتك. انا كنت عايزه اسال، هو الفلفل الالوان ممكن اخزنه؟ ممكن تخزنيه، بس هو لو انت محتاجاه في وصفات يبقى فيه قرشه، القرشه دي مش هتلاقيها. يعني مثلا احنا بنحبه مثلا في الفاهيتا في سنه تكت كده قرشه الفلفل. فلو خزنتيه في الفريزر هتطلعيه طبعا هيبقى طري، فمش هتلاقي القرشه دي. ايوه. طب بقول لحضرتك يا ريت تقولي لي على طريقه المحوجه. المحوجه؟ محوجه اسكندراني؟ لا، ده الحجازيه اسكندراني. المحوجه دي اللي هي بتبقى لونها اصفر كده. حاضر عينيا. تأمرين. شرفتيني جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده انا اديت للرز تشويحه مع الشعريه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بصوا بقى التكه دي، شايفين سن السكينه ده قد ايه؟ على سن السكينه اهو الكميه دي اللي انا محتاجاها. تمام. على سن السكينه زي ما انتم شايفين كده انا هحط سنه قرفه. سن السكينه انا محدده جدا سن السكينه عشان هو رفيع، فمش هياخد كميه كبيره، فدايما حطوا سن السكينه هو القرفه، انك لو كترتيه هيبقى رز خلطه. لكن ده بقى شموا الريحه بقى، الريحه هتقلب المكان بتاعه محلات الكشري بالظبط. تمام. ده بيدي نفس خطير 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 مع زيت البصل للرز الكشري. وعليهم بقى كمان المهم برضو هو ايه؟ ميه سلق العدس. العدس طبعا ما بياخدش معايا وقت للتسويه، خدوا بالكم. يعني احنا ممكن كده نختبره، هو لسه محتاج سنه. هقول لكم بقى هنعمل ايه. هناخده وهو لسه نص تسويه كده، ناخد ميته مع حبه منه، هننزلهم كده زي ما انتم شايفين. تمام. زي ما انتم شايفين كده. تمام. هننزله كده على الرز ونبدا ان احنا نقلبه. تمام. تمام. زي ما انتم شايفين معانا استاذه رضا. اهلا اهلا. السلام عليكم يا استاذه. عليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذه رضا؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، انا بقيت صديقتي البرنامج وتسلم ايدك على اللي بتعملوه. الله يخلي حضرتك، تسلمي لي، الله يبارك لك. يعني بصي بقى، انا ما عندي عيال اختي بيشقوا حاجه اسمها
نار كشري. طب الحمد لله بألف هنا، اعمله لهم بقى في البيت اوفر واحلى كتير كتير كتير. والله بيحبوا حاجه اسمها كشري. دلوقتي انا قاعده اهو بتفرج على حضرتك، وان شاء الله اعمله لهم باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا اعمليه بكل يرضيك. تكاتنا، مش هيشتروه تاني من بره. خلاص باذن الله. انا بصراحه عجبني، وتسلم ايديكي. تسلمي لي تسلمي لي بألف ويا هنا رب وشفا. دايما دايما. وبصراحه انا بستنى حلقاتك وبستنى البرنامج بتاعك. الله يخليكي، نورتيني، تسلمي لي. تسلمي لي تسلمي الله لي. يخليك، الله السلام يخلي عليكم. حضرتك، تسلمي تسلمي. احنا هنجيب دلوقتي شويه ميه كمان للرز. تمام. نحط بقى شويه ميه قد عقد الرز بالظبط، علشان يعني ما تبقاش زايده عنه، عشان طبعا الرز بتاعنا انتوا عارفين ان احنا نقعناه، لكن لو ما نقعناهوش هنحط يعني ازيد من العقد بتاعه. تمام. يبقى كده هنجيب شويه ميه عشان نزود لعقد الرز. شوف كده دول هيكفوا ولا هنحتاج حبه كمان؟ دايما انا اقول لكم عقد الميه ده بالذات ما تحطوش مره واحده، علشان ممكن يعني يا تزودوه قوي فالحاجه ما تبقاش ظابطه معاكم، يا تقللوه قوي، فلا حطوه سنه سنه. تمام. هو لسه عايز سنه كمان، هجيب له سنه كمان. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا ام احمد؟ السلام عليكم حبيبتي. الحمد لله، عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك يا حبيبتي، ربنا يرضى عنك. تسلمي لي يا ام احمد. اكيد حضرتك عارفه ان كتير قوي من المشاهدين بيستنوا يوم الجمعه عشانك يا يا حبيبتي. نهار ابيض، ده يعني لا، شرف ليا. الله يخليك يا بنتي، الله يخليك. الله يخلي حضرتك. ودايما من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم يا بنتي. تسلمي لي فوق راسي، متابعتكم دي الله والله. يرضى عنك يا بنتي. الله لو يخلي حضرتك. تكرمتي يا حبيبتي انا بعمل الكشري، بس لما باجي اعمل العدس اللي هو العدس بكبه حبيبتي، بلاقيه اتهرى مني يا بنتي، ومش بيبقى طالع منور زي من ايدك كده. علشان انا بسويه نص تسويه، اكيد حضرتك بتسويه سوا كامل. انا بسويه تسويه كامله عشان ارشه من على الوش، بس بيتهرى مني يا بنتي، يعني ماليش، يعني مش عارفه اظبطه ازاي لما ما هو عشان يتظبط مع حضرتك لازم تسويه نص تسويه مش تسويه كامله. مش هيبقى ني في الاكل يا بنتي؟ نص تسويه نص تسويه. هو العدس اصلا عامه ما بياخدش وقت في التسويه. يعني لو اما اسلقه نص تسويه، مش هيبقى ني في الاكل بتاعه يا بنتي؟ بمجرد ما حضرتك هتسويه نص تسويه وتكملي بقيه خطوات الكشري معاكي وتسيبيه في الحله كده مخمور متغطي زي يعني بالبلدي عندنا، هتلاقيه مستوي زي الفل. لا حبيبتي، انا قصدي عليه لما بيترش من فوق. بصي حضرتك، انا هنا ده كده مسوياه نص تسويه. تمام. تمام. هو المفروض ان انا طبعا خدت كميه الميه كلها، انا هجيب له دلوقتي شويه كميه ميه كمان واسيبه يغلي غلوه فيها وهطفي عليه، هسيبه مكمور فيها، مش هكمل تسويته كامله على النار. هو بياخد تسويته من حراره الميه عشان يطلع معايا زي ده كده. بصي ده كده الحبايه بحبتها اهو، حضرتك شايفاها؟ طيب ممكن وفي نفس الوقت لو خدت حبايه من دي هلاقيها مستويه اهو. يسلموا ايديك يا بنتي. تسلمي لي، الله يخلي حضرتك. تسلمي لي. تاني يا بنتي لو تكرمتي. نعم. ممكن سؤال تاني حبيبتي؟ طبعا اتفضلي. الله يرضى عنك يا بنتي. والنبي الكرنبيط يا حبيبتي. الكرنبيط انا بعد لما بيطلع مقرمش وحلو، وبعد كده الاقيه طرى حبيبتي. وبعدين بنتي ربنا يبارك لك ويبارك لها، جايبه لي زي ما تقولي حضرتك جهاز كده من بره عشان الزيت، وانا مريضه قلب. ان بالكهرباء، اللي هي الاير فراير، صح كده؟ شكرا جدا لحضرتك. زي ما انتم شايفين كده احنا هنسيب الرز معانا كده يستوي. تمام. زي ما انتم شايفين كده هنسيب الرز معانا كده يستوي في كميه الميه اللي احنا حطيناها، علشان احنا مش عايزين نزيد عليه ميه عشان هو يتنقع فتره طويله. هنتاكد كمان من تسويه الحمص واحنا مع بعض. هو اكيد حضرتك زي ما انت قلتي لي كده ان بنت حضرتك جايبه لك جهاز من بره، ده اكيد اير فراير. فالاير فراير بيحتاج ان الحاجه اللي بتحطيها تبقى يا نص مقليه، يا اما لو هتحطيها بالدقيق بتاعها مش هتستوي معاكي بالطريقه اللي انت هتقليها في الزيت. فيبقى قدام حضرتك حل من الاثنين، يا اما تعملي له اللي هي ربة البيض بس كده دوبك وتحطيه فيها،
بس تكون تقيله، تكون تقيله تقيله، علشان هو يقدر ان هو يحمرها لك ويقرمشها لك. طيب ما قداميش الموضوع ده ان انا يعني ان انا اكتر البيض فيها واتقل الخلطه بتاعتي، لا يبقى انا بقى لازم اقليه في الزيت. بس انا يعني ما دام هو جاهز من بره مليون في الميه اير فراي. تمام. زي ما انتم شايفين كده الحمص خلاص اهو ما شاء الله استوى اهوت. احنا برضو الحمص بنبقى عايزين نص سوا عشان بنكمره شويه. تمام. هو مجرد ما هيستوي هنعمل ايه؟ هنزل له الملح. تمام. وهننزل له رشه من الكمون، وهنسيبه بقى يكمل تسويته في برضو كمره النار. كمره النار دي على فكره بتسوي احسن من النار اللي شغاله، يعني احنا خلاص هنرفعه على النار ونحطه جنبنا يكمل تسويه. يبقى احنا كده سوينا الحمص. تمام. وكمان هنا الرز شغال اهوت. انا دايما الرز لما بيتشرب بقيت احب اشربه على العين اللي هناك دي، هننقله عليها اللي هي غالبا دي. ايوه، عين هاديه كده وراسيه وبتسوي لي الرز على الهادي وبتبقى جميله. هتاكد بس ان هو بيغلي. ايوه، ساعه ما يكمل تشربته خلاص كده تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه كمان؟ هنحضر مقادير الصلصه. يلا بينا الصلصه. نعم. طيب تمام. هنحضر كده حله الصلصه ونبدا كده نحضر مكوناتها، وكمان نحضر مكونات الشطه. تروحوا فاصل صغير وترجعوا لي، ما تروحوش في اي حته، مستنياكم. اهلا، رجعنا لكم على طول كالعاده، ما بنغيبش عليكم. يلا بقى نشوف الكشري وصل لفين. بصوا كده الرز خلاص اتشرب معايا وموطيه عليه، مستنياه بس يستوي. تمام. يبقى كده الرز احنا هنقفل عليه اهو زي ما انتم شايفين كده، خلاص بيتشرب اهو، ونسيبه بقى ايه على الهادي. كمان العدس زودت له بقى ميه عشان يكمل نص التسويه اللي احنا اتفقنا عليها، وهنبدا ان احنا نكمره ونسيبه. بس قبل بقى ما نكمره هنحط له معلقه صغيره من الكمون وكمان فص ثوم. في ناس كتير ما بتحطش اللي انا بحطه ده، بس صدقوني الريحه والطعم للحاجات التحابيش اللي انا بحبشها دي بتودي الكشري في حته تانية خالص. يبقى كده الرز تمام والعدس تمام. يلا بقى بينا نعمل صلصه الكشري. صلصه الكشري هنحط شويه من زيت البصل، وبعد كده هنبدا ان احنا ننزل ببصلايه مفرومه صغيره جدا. تمام. انزل فيها كده، وبعد كده بفص ثوم او 3 فصوص كده من الثوم. طبعا انتوا عارفين الصلصه بتحب الثوم اهو زي ما انتم شايفين كده. هشوحهم، وانا مش عايزاهم يصفروا ولا يحصل لهم اي حاجه، مجرد بس تشويحه بسيطه، وهطشهم بايه؟ بمعلقه كبيره خل. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل ان انا على طول انزل بنص كيلو طماطم ضرباها ومش مصفياها، يعني التصفيه مش هتفرق معايا في حاجه. اهو زي ما انتم شايفين كده هنزل بالطماطم. والطماطم اليومين دول في السوق اللي هي البلحه دي لونها خطير، مش محتاج بقى ولا تضيفي صلصه طماطم ولا غيره، هو كده تمام قوي. هنبدا اهوت نقلبه، نديله تقليبه ونسيبها تتسبك وتبقى خطيره. طبعا زيت البصل ده عايزه اقول لكم بينقل لنا الصلصه بتاعه الكشري دي في حته تانية خالص. طيب هنحط لها ايه كمان؟ هنحط لها طبعا نظبطها ملح. تمام. ونظبطها كمان سن الكمون. طب يا شيف الصلصه احنا دايما لما بنعمل اي صلصه لازم اساسي كده في البيوت المصريه نحط لها فلفل اسود. تحطيش فلفل اسود، الصلصه بتاعت الكشري تحطلهاش فلفل اسود نهائي، هو كمون بس، هو ده اللي هيديكي تيست المحلات. تابعي الخطوات اللي انا بقول لك عليها والمقادير اللي نزلت لكم على الشاشه، صدقوني هتديكوا طعم ولا اروع. تمام. هنسيب بقى هنا العين دي تقوم كده مع نفسها، ممكن انقلها مع عين العدس عشان عين العدس دايما ايه دي حاميه. تمام. وعلى التانيه، وكمان علشان تغلي معانا اكتر او اسرع نعمل ايه؟ نغطيها. تمام. فين غطا الحله؟ اهو. هنغطي كده الصلصه، وهنا العدس هنوطي عليه. هيبقى يتبقى لنا الكينج بقى. الكينج ده اللي هو ايه؟ خدوا بالكم منه وانتوا بتعملوه، هو الشطه. الشطه مش محتاجين غير شويه زيت كده، ما تقلقوش الشوائب دي، يعني شوائب بسيطه كده من الدقيق اللي احنا كنا عاملين فيه البصل، حاطين فيه الزيت، وبعد الزيت هرفعه بس هنا من النار عشان اضمن الامان والسلامه. نحط معلقتين كبار من الشطه. تمام. وخدوا بالكم بقى عشان الشطه ايه؟ بتبقى بتقلب ريحه البيت. زي ما انتم شايفين كده هنقلب الشطه. تمام. الشطه مع الزيت ونسيبها تتحمص. تمام. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا ام عفاف؟ وعليكم، ازيك يا ست زينب، عامله ايه؟
منورانا. ربنا يخليكي يا رب يخليكي. الله ايه الجمال ده، الحلاوه دي. الله يخليكي يا ام انا نفسي عفاف. اتفتحت على الكشري. نفسك اتفتحت على الكشري؟ نفسي اتفتحت قوي على الكشري. ما هو عشان بعد كده ما تشتروش من محلات، احنا جبنا لا لكم لا كل لا اسامي لا المحلات. لا تسلم ايديك وعينيك ومنوره الشاشه كلها والحاجه بتاعتك كلها حلوه ما شاء الله عليك. تسلمي لي يا ام عفاف، الله يبارك لك يا رب، منوره حضرتك. ربنا يا رب ربنا يكرمك ان شاء الله وتبقى احسن حاجه يا رب ان شاء الله. الله يخلي حضرتك، تسلمي لي، الله يبارك لك، تسلمي لي. شكرا يا شيخ. الله يخليكي، نورتيني حضرتك، اصلا صديقه البرنامج بتكلمينا كتير. ربنا يخليكي، حاجتك كلها انا متابعاها. الله يخليكي، بعمل وراكي على طول. الله يخليكي، بالف هنا وشفا، دايما تعملي الخير كله دايما عامر. ربنا يخليكي يا رب ودايما كده في احسن حال يا رب ان شاء الله. الله يخلي حضرتك، تسلمي لي، شكرا جدا لحضرتك. زي ما انتم شايفين احنا حطينا الشطه على الزيت بتاع البصل، يعني رفعت الزيت وهو سخن بره، عشان الشطه طبعا لو انا كنت حطيتها على النار كنا كلنا اتبهدلنا عطسه وكحه فايه رفعتها على النار وحطينا معلقتين الشطه، وبعد كده نزلنا عليها بمعلقتين من الصلصه الخطيره اللي بدات تتسبك معايا دي وملهاش حل. ماشي، وبعد كده ما هسيبها كده تتسبك كده مع نفسها حبه حلوين. يا سلام بقى لو زودنا لها شويه زيت كده علشان تبقى عامله بالظبط زي محلات الكشري. مش انتوا دايما بتلاقوا الشطه فيها زيت كده، احنا بناكله وبنسيب الشطه نفسها يبقى الزيت عايم فوق الوش كده، فهو انا زودت لها الزيت اهو عشان يبقى ليها زيت كده وشكلها حلو. تمام. اخر حاجه بقى في خطوه في الكشري وهي كانت المكرونه. المكرونه مش محتاجه حاجه، احنا بنجيب مكرونه شكلين، اللي هي الشكل الصغير وشكل السباكيتي. تمام، الشكل دوت والشكل دوت، المعوجه او المرمريه الصغيره، الشكل اللي تفضليه هاتيه. بعد كده بجيبه وبعد كده بعمل ايه، ثانيه واحده بس اشيل الشطه بقى، كفايه كده عليها. وبجيبه وبسلقه تمام في ميه بملح، زي ما احنا عارفين دايما ميه المكرونه بتبقى حادقه شويه، يعني بنحط لها معلقتين كبار كده من الملح علشان تطعم لي المكرونه. تمام، خلاص كده حطينا لها الميه وسلقناها، بنطلعها يعني 3/4 سوا، واول ما بتطلع حبه من الزيت الخطير بتاع البصل اللي احنا قلنا مش هنسيبه ده ونحطه عليها عشان تبقى بتلمع وفي نفس الوقت بيديها ريحه وطعم هايل. طيب خطوه كمان، شوف بس الرز بتاعنا. دايما انا اقول لكم انا بحب اتابع علشان اهو ما شاء الله الرز خلاص داخل في التسويه بقى، هو اتشرب داخل في التسويه، وزي ما انتم عارفين احنا ما زودناش عليه ميه عشان اوريدي احنا كنا ناقعين. هنسيبه يكمل التشريب ونيجي كمان هنا للصلصه بتاعتي اللي لونها خطير. طيب زي ما احنا قلنا اللون ده جه من ايه، ان الطماطم ما شاء الله اصلا الايام دي حمراء، وبصوا بقى البصل بيديها القوام بتاع محلات الكشري بالظبط. بصوا القوام، ولا هي تقيله ولا هي خفيفه، وفي نفس الوقت فيها قطع من البصل وقطع من الثوم وخطيره. تمام، يلا بينا بقى اقول لكم على اخر خطوه وهي العدس. اقول لكم حالا بس برضو نتاكد ان العدس ده خلاص تمام. هو العدس ده خلاص استوى اهوت معايا وكده حلو جدا. تمام، نشيل بقى العدس وهنجيب بقى الدقه نغرفها والشطه نغرفها. واحنا بنغرف كده احكي لكم احنا عملنا الحاجات دي ازاي. الكلام ده عالي عالي عالي. قبل بس ما نغرف عايزه اوضح جدا هنا، بصوا العدس معايا لونه مشبر، يعني احنا لو طلعنا شويه عدس من اللي هو لسه مسلوق بصوا كده معايا هتلاقوا لونه بيلمع، لكن ده مشبر. شايفين الفرق؟ يا رب يكون الفرق واضح اهو. ده بيلمع وده مشبر. ليه؟ ده انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا خدت شويه من العدس ده وقعدت جففته على البوتاجاز في طاسه، ان انا طلعت منه كل الميه فاداني تشبيره المحلات. تمام، دي خطوه برضه وانا قلت حابه اقولها لكم عشان اللي عايز يعمل فعلا بطعم المحلات هيعمل. تمام، يلا بقى بينا نغرف الدقه الخطيره زي ما انتم شايفين كده، وهنغرف كمان الشطه، هنخلي دي للصلصه ونحط الشطه هنا. انا جايبه لكم اطباق ستيلس بقى وبتاع، يعني محلات يعني. تمام، زي ما انتم شايفين كده بقى، شايفين شكل الصلصه، كل حاجه لازم نشوفها، ولمعه الزيت والريحه خطيره خطيره.
ونروح نشتري هوت صوص وحاجات كده يعني ملهاش اي ستيل لازمه. ممكن تعمليها مش بس مع الكشري، تنفعك مع كل الاكل. هي كبشه صلصه ومعلقتين شطه وعملنا احلى شطه للكشري. زي ما انتم شايفين حطينا الشطه لمحبي الشطه. وبعد كده بقى عايزين ايه؟ نشوف الصلصه وصلت لفين. انا قلت لكم بقى ايه، الكشري اللي هو بحلل كتير ده حلله كتير بس طعمه احلى واميز كتير. عايزه بقى اجيب طبق الغرف علشان نشوف الرز وصل لفين. ما شاء الله. والصلصه كمان بصوا بقى، علامه من علامات ان الصلصه اتسبكت هي كده خلاص. انا هطفي عليه ايه؟ ان هي زي ما انتم شايفين كده اهو. ثانيه واحده اقربها لكم اكتر واوضحها لكم اكتر. ان الماده الدهنيه فصلت فوق كده كده خلاص. الصلصه بتاعتي كده اتسبكت تمام التمام وجاهزه للي ياكلها. هبدا اهو زي ما انتم شايفين كده اغرف الصلصه. خطيره. تمام. يلا بقى نغرف الرز كمان عشان اوريكم بقى احلى كشري في حياتكم كلها. عايزين بقى ده ونرجع تاني. بسم الله. انا النهارده بقى يعني ايه، حبيت ان انا اغرفه بطريقه مختلفه عن بتاع المحلات. يعني احنا بنجيبه في علب. طبعا مصر مشهوره بان هي في اكياس كشري وفي سندوتشات كشري، بس انا حبيت اغرفه بالطريقه دي. عايزه اقول لك انت ممكن تعملي عزومه على الكشري ده، والايام دي يعني احنا في وضع احنا بنحب نوفر كل قرش، فممكن تقدميه بالطريقه دي وهيبقى صنف خطير. كل اللي هياكله عندك هيرجع لك تاني لنفس الاكل. زي ما انتم شايفين كده رز اهوت حبه حلوين. اللي بيحب بقى كتير رز يحط، اللي بيحب كتير مكرونه يحط. يعني دلعوا نفسكم ما تزعلوش نفسكم خالص. وبعد كده نحط المكرونه اللي سلقناها وحطينا لها في ميه السلق، وكمان من بعد ما خلصت السلق زيت من بتاع البصل. تمام. وبعد كده هنحط ايه؟ هنحط بقى عدس من ده. عندنا حلال كتير كتير كتير. نحط عدس كده زي ما انتم شايفين على الاطراف بقى كده عشان يبان. تمام. والعدس المشبر ده مش هنسيبه طبعا. العدس المشبر ده هنحطه برده زي ما انتم شايفين كده. هنا ممكن كده نحط حبه عدس مشبر في كل جنب كده. دلعوا بقى الطبق. وعايزه اقول لكم محدش في البيت هيصدق ان الطعم والريحه اللي شميناها دلوقتي احنا في الاستوديو ده معمول في البيت. طيب اخر حاجه هنحط كمان الحمص. تمام. احنا ده كله ما حطيناش، واخدين بالكم البصل ليه؟ البصل دايما بتاع الكشري حطوه فوق الوش، يعني ما تحطوهوش وبعد كده تحطوا حاجات فيها ميه فوقيه، فبالتالي كل القرمشه بقى والحرفشه اللي احنا تعبنا فيها دي تضيع. فدايما حطوه بعد ما تحطوا بعد ما تحطوا كل الحاجات. تمام. انا هحط حمص كده في الاطراف. تمام. وبعد كده بقى نحط ايه؟ احنا غرقنا الدنيا حمص. طبعا انتوا في الكلام ده يعني بقول لكم كل ده بتمن طبقين من بره. تخيلوا بقى انتوا لو جايبين الكلام ده من بره بيبقى بكام، وكمان مش بنفس النظافه ولا الجوده. وهنحط بقى شويه عيش محمص. رايحه فين؟ نحط شويه عيش محمص زي ما انتم شايفين كده، اللي يتباع برده في محلات الكشري، قليناه في البيت عادي جدا في زيت غزير. وبعد كده تمام زي ما انتم شايفين اهو. وهنحط من فوق كده الصلصه، وهنا ده وهنا ده كده زي ما انتم شايفين اهو، والصلصه. وفي الاخر هنحط رشه البصل المحمر بتاعنا الخطير. كده انا كفيت ووفيت، ويا رب اكون فدتكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.